حدك بركتي على هذا الفيديو الا وانت عييتي ما تقرا ولكن ما كتشوفش النتائج، لا في الفروض لا حتى لي كونيسونس باش كتجي كتهضر مع شي واحد، ولا انت دائما كتسعى وكتبغي تكون من دوك الاوائل ديال القسم ولكن انت والو مطحطح كتعيا ما تقرا وما كتشوف حتى شي نتيجه. والغالب والله الا قلت لك بلي راني دزت من نفس لا سيتوياسيون ديالك كنت ما كنعرفش نحسب واحد ناقص 3 لواحد من الاوائل في الليسي، غتيقني ولا لا؟ ولكن راه خاصك تيقني حيت هادشي اللي قلت لك راه بصح، حيت فريمون دزت من واحد ما كيعرف حتى شي حاجه، واحد والو ماشي غير في النقاط ولكن حتى في العلم ديالي، ولا ملي كنجي نهضر مع شي واحد الواحد الحمد لله تيقرا مزيان وكيعرف كيفاش يقرا وجاب مونسيون تري بيان في الباك، ومازال الحمد لله كل نهار كنحاول نطور راسي با ابا، نحاول ندخل دي دومين جداد ونكتشف بزاف ديال الحوايج ما كنتش عارفهم. والحمد لله دابا كندرس هندسه المعلومات ولا جيني انفورماتيك واللي اول عام ليا فيه. الا جيتي عندي واحد 5 سنين هذه وقلتي لي راك غتجيب مونسيون تري بيان في الباك وغتكمل ودير داكشي اللي بغيتي، نقولك سير راك كضحك عليا. المهم نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو النقاط ولا الجانب الاكاديمي. في الفيديو غنوريك علاش كتعيا ما تقرا ولكن النقاط ديالك ولا لي ريزولطا ديالك اون جينيرال ماشي تلهي، وعلاش انت دائما من دون الناس كتعيا ما تجرب في الطرق ولكن ما كتصدق معك حتى شي وحده. وغنعطيك التجربه ديالي كيفاش درت لها التحول المفاجئ وشنو خاصك انت ولا انت دير بالضبط، والخطوات اللي لازم عليك تتبعهم باش تولي حتى انت من دوك الاوائل في القسم، لا ماشي في القسم الليسي. ما تنساش دير معك واحد سبسكرايب وتفعل الجرس باش اون فوا نحط الفيديو يوصلك انت الاول. قبل ما نبداو ضروري خاصنا نعرفوا علاش انت كتعيا ما تقرا وما كتجيبش دوك النقاط اللي بغيتي، ولا بمعنى اخر شنو هما الحوايج اللي كدير وما كيخليوكش تجيب مزيان. نفترضوا سيدي عندنا واحد الجروب كيتكون من 5 ديال التلاميذ، حطيناهم في واحد القسم عندهم نفس القدره العقليه، عندهم نفس الذكاء، عطيناهم كتب الفيزيك، انترنت، بيسي، تليفون وكاع الوسائل اللي يقدروا يعاونوهم باش يجيبوا مزيان. دازت واحد الشهر ديال القرايه في القسم والعمل الجاد وبغينا ندوزو ليهم واحد الامتحان ديال الفيزيك ولكن صعيب. هي هذيك دوزو اسيدي، عطيناهم النقاط اكتشفنا باللي 4 جابوا فوق المعدل وغير واحد جاب تحت المعدل. كيفاش البلان؟ حطيناهم في نفس لي كونديسيون، عطيناهم نفس الوسائل لكل واحد، نورمالمون خصو يجيبوا بحال بحال ولا بمعنى اخر خصهم كاملين يجيبوا فوق المعدل. السؤال هنا ولا حير العلماء علاش هذاك الواحد ما جابش مزيان. يقدر يقول لي شي واحد فيكم في لي كومونتير باللي هذاك الواحد باش التليفون مشى كيسكرولي في انستغرام. لا اسيدي هذه الاحتماليه 100% غلطه، حيت قلنا عندهم نفس لي كونديسيون. وهنا اسيدي ولا لا غيكون عندنا تفسير واحد واللي هو هذوك الخمسه ديال التلاميذ عندهم طرق مختلفه كيفاش كيقراو واخا حطيناهم في نفس لي كونديسيون، وهذوك 4 ديال التلاميذ عندهم الطريقه الصحيحه كيفاش يقراو، وهذاك الواحد وللاسف كيقرا بالطريقه الغلطه واخا عطيناه كاع الوسائل اللي غيعاونوه باش يجيب مزيان. وهذه مهمه بزاف حيت الطريقه هي اللي كتخليك تميز على اي واحد واخا يكون ذكي عليك. شنو هي الطريقه اللي قراو بها دوك 4 ديال التلاميذ؟ منين كنت كنقرا في الكاتريام كنت كنقرا بواحد الجهد تقريبا كنقرا 10 ديال السوايع كونتينيو، وكان كيصحاب لي بلي هاد القرايه اللي كندير هي اللي غتخليني نجي مزيان، حيت كنتو كتشوفوني في ذاك الوقت غتقولوا هاد خونا هو اللي غيجي الاول في الكوليج. والطريقه ديال القرايه ديالي كانت فقط حفاظه، اي حاجه كتجي قدامي كنحفظها. تخيلوا لي زيكزيرسيس ولا التمارين ديال المات كاملين كنت كنحفظهم. في الفروض غير كيبدل البروف شي حاجه بسيطه كنت كنحردها، وفي الاخر كنجيب 11 و12. تقولوا لي 11 و12 راه نقطه مزيانه للواحد اللي ما كيقراش كاع، ولكن الواحد اللي كيقرا 10 ديال السوايع في النهار راه توتالمون خايبه. والصراحه نسال هادشي اللي كان واقع لي حيت ما كنتش عارف الطريقه الصحيحه باش نقرا. الطريقه وقول لي ناس سي عبد العزيز هاد الطريقه هي تطبق اي حاجه فهمتيها. اي ما كنضحكش، هذه الطريقه من الصباح وانا فرع لكم راسكم بالطريقه. ولكن السؤال اللي حير العلماء علاش قلت لكم فهمتيها وما قلت لكمش حفظتيها؟ يلا جاوبوني، نتحدى شي واحد فيكم يجاوبني في الكومنت. وإلا جينا اسيدي نعرفوا الحفاظه هي عمليه تخزين المعلومات في الذاكره عبر التكرار الآلي المستمر دون ادراك للمفاهيم الاساسيه او الربط بينها وبين المعارف السابقه. إلا جينا نعرفوا الفهمه سيدي بانها عمليه ذهنيه معقده تمكن الفرد من ادراك المعاني العميقه للمعلومات واستخلاص الروابط بين الافكار المختلفه وتحويلها الى معرفه قابله للتطبيق. ركزي على هذه قابله للتطبيق. اسيدي ما فهمتيش هذه المفاهيم اللي قلت لك انا غنشرحها لك دابا. الحفاظه هي واحد العمليه كديرها فقط باش كتخزن المعلومات في ذاكره قصيره المدى وباش كتجي للفرد كتبلوك. اما الفهامه هي كتفهم هذوك لي تيوري اللي عندك ولا هذاك الدرس اللي عندك، وملي كتوصل للفرد ما كتبلوكاش. عطيتها لك بطريقتي طبعا ودابا بانت لك الصوره ولا لا؟ المشكل ديالك انت ولا انت ولا انا اللي كنت شحال هذه هي كتحفظوا وكتطبقوا ماشي كتفهموا وكتطبقوا. وانا متيقن غتكونوا نتوما لاحظتوها في شي فرد دوزتوه، باش كتبدل عليك حاجه صغيره من داكشي اللي حفظتي كتلف اوفيسيالمون ما كتعرفش منين تبدا. عمرك سولتي راسك علاش؟ حيت بكل بساطه انت كتحفظ داك الدرس وماشي كتفهم.
بزاف ديال العلماء والشعراء عبر التاريخ عرفتي شنو ما نمشيوش لعندهم، نمشيو غير عند سندوس وسندوسه القرايه في القسم. كتلقاهم باش شي استاذ كيشرح شي درس كيسولو شي اسئله انت ما كيطيحولكش على البال، وكتقول هادو غير كيعقدوا الامور. هذاك الشيء اللي قال الاستاذ راه باين، اسيدي راه ما باينش، راه هما عندهم منين سولوا الاستاذ دوك الاسئله حتى اللي بانوا لك باينين عاد وصلوا للفهم الكامل ديال الدرس ولا غير شويه منه. اللي بغيت نوصلوا لكم من الاخر هو اي سؤال جاك في راسك سول الاستاذ عليه، خرج داكشي اللي عندك في راسك، الا كان غلط راه غيتصحح والا كان صحيح راك غتزيد تفهم. فاش كتبقى تقول راه هادشي ساهل بلا ما نسول راه باين غيضحكوا عليا وكاع هاد المصطلحات اللي كيجيو في راسك. بغيت نسولك واحد السؤال باش ما كتجيبش مزيان ولا ما كتجيبش ديك النقطه اللي بغيتي، واش كيعرفك شي واحد؟ انا غنجاوب بلاصتك بطبيعه الحال لا. ايوا سيدي علاش غضرب الحساب لاي واحد وتقول راه غيضحكوا عليا؟ خاصك تكون عندك واحد العقليه ديال على ود مستقبلي ندير المستحيل. دائما حنا في الفطره ديالنا كانسان كنبغيو ندوزو للنكست ليفل. مثلا دابا جبتي 18 الفرد الجاي كتقول خاصني نجيب 20، باش كتجيبها كتقول خاصني نجيب 21. صراحه هذه ما كايناش غير 6 عام. ما نقدروش نكرو حنا دائما قوم طماع او لا انسان بطبعه طماع، دائما كيطمع يدوز للنكست ليفل كما قلنا. ما كنرضاوش بداك الشيء اللي عندنا، هذه هي الحاله الطبيعيه ديال اي انسان. ولكن للاسف الشديد كاين اللي معانا كيتنفس الهواء دابا باش كيجيب 10 تيقول لك بارك عليك غير ننجح ونفرح ديك المهمه. ما عندهمش كاع داكشي اللي قلت قبل يدوزوا للنكست ليفل ولا يطوروا من راسهم. حتى انا ما بغيتكش تكون بحال هكا، كنتي بحال هذا الشخص هذا اللي قلت في الاخر. كمل الفيديو حيت غتخرج منه وانت شخص اخر. كانسان دائما خاصك تمشي للنكست ليفل وما ترضاش على داكشي اللي جبتي دابا. مثلا سيدي نعطيو واحد المثال صغير مزيون، جبتي 15 في الدوره الاولى مثلا وقلتي في الدوره الثانيه خاصني نجيب غير 15، بارك عليا. في هذه اللحظه عندك واحد الاحتمال كبير بزاف باش ما غتجيبش ديك 15 وغتجيب قل منها. انا غنشرح لك علاش. اما بالعكس الا قلتي في الدوره الثانيه خاصني نجيب 18 واخا اسيدي الا ما جبتيهاش ما غتجيبش 15 ولكن غتجيب 16 ولا 17. المهم غتقرب من داك الهدف اللي حطيته، وها انت زدتي لراسك بزاف ديال الحظوظ. حيت العقل باش كيشوف شي هدف كبير كيحاول يعطيك اكثر من الجهد اللي داروا في الدوره الاولى مثلا حتى ما وصلتيش للهدف كتكون قريب ليه بعدا. وهذا الشيء خصو يكون عندك في اي دومين كتدخل ليه. مثلا انا في 2026 درت واحد الهدف اللي هو نوصل ل 500 كان ان شاء الله. راه احتمال كبير انك توصل ل 500 كان ولا تقرب منها توصل ل 200 ولا 300 كان، وهذا الشيء في احسن الاحوال راه احسن من 120 الف متابع اللي كانت عندك. فالعقل ديالك اوتوماتيكمون غيبقى يحط عليك الضغط وغيخليك تكري بزاف ديال الافكار ابداعيه وتنشر المحتوى بواحد الشكل منتظم. ودابا وصلنا للفقره اللي كيتسناوها بزاف ديال الناس وعليها دخلوا للفيديو. دابا غنعطيك 4 ديال النصائح الا طبقتيهم حتى انت غتولي بحال هذيك سندوس القرايه في القسم. وباش نعطيكم هاد الربعه ضروري ما ندخلوش في شي سيتوياسيون. نرجع لكم باش كنت في الكاتر كنت دائما كنحفظ الحاجه، اي حاجه كنشحطها، لكن باش طلعت للسانكيام كانوا النقاط ديالي كيتحسنوا بشويه بشويه من 16 للفوق. والحاجه الوحيده اللي غيرتها من الكاتريام للسانكيام هي وليت كنفهم الدرس بكاع داكشي ديالو وكنطبقو في التمارين. حيت التمارين بكل بساطه هما كلشي. واخا تكون فاهم الدرس 200% وانت ما خادمش لي زيكزارسيس ديالو راه كتعتبر ما فاهمو. حيت ليكزيكسيون ولا تطبق شي حاجه عندك في راسك هي اللي كتخليك تضبط داك الدرس اللي عندك. دونك قلنا فوق ما تفهم شي درس حاول تخدم شحال ما قدرتي دير لي زيكزارسيس 10 20. احسن حاجه هي تخدمهم بالتدرج من السهل للصعيب. ولا ما عرفتوش فين تلقاو التمارين ديالكم مالك غير تكتبوا لي في لي كومونتير ونحط لكم فيديو اخر. الحاجه الثانيه اللي نقدر نعطيها هي لي غولاسيون ما كيتحفظوش كيتفهموا. اما داك البلان ديال تجمعهم كاملين في ورقه داكشي خصك ديرو من بعد ما تفهموهم وتكون طبقتيهم عاد كدير داك الريزومي ليهم كاملين. خاصك تفهم ديك البارتي عاد تحفظ العلاقه ديالها بكل بساطه. غتدي لك وقت اقل اكثر ما انك تبقى تعاود العلاقه بزاف ديال المرات وتبقى تحفظ فيها بحال اللي كتحفظ الجغرافيا ولا ما عرفتش. كون اكيد الا فهمتيها عاد حفظتيها راه ما عمرك غادي تنساها. ثالث حاجه حيد منك ديك الثقه الزايده اللي فيك ديال راني فاهم بركه عليا ولا ما نخدمش التمارين بزاف حيت راني فاهم. حيت هاد الثقه خرجت على بزاف ديال الناس وكتلقى عنده بزاف ديال المشاكل في القرايه ولكن ما كيعترفش بهم يخليهم عنده حتى كيحطهم في الفرد وكيسحب راسو راه فاهم وبوم كيجيب ديك النقطه اللي ما كانش كيتوقع. وهذا الشيء كامل سببه هذيك الثقه اللي ما خاصهاش تكون وتبدلها بتحاول دائما تعرف حوايج جداد. وانا شخصيا بزاف د المرات درت هذه القضيه كنحاول نبين راسي باللي انا ما فاهم والو. كنسول اسئله غبيه اللي انا عارفهم وكنبغي غير باش نشوف كل واحد كيفاش كيفكر وكيفاش كيشوف داك التمرين ولا داك الدرس مثلا باش نجمع الماكس ديال المعلومات. هذاك الشيء اللي عندي زائد دوك المعلومات اللي اكتسبتهم من داك المجمع في الاخر 100% انا هو اللي كنكون راد. اما اخر حاجه هي تحاول تساعد الناس ما امكن ولا انت خصك تساعد دوك التلاميذ اللي معك. انت كاتب مثلا شي درس وصاحبك ولا صاحبتك ما كانش وطلب منك داك الدرس ما تبخلش عليه وصيفط له وما تقولش لا هو كان غايب باش نعطيه انا باش يجيب احسن مني. ما خاصهاش تكون عندك هذه الفكره. كل واحد ورزقه والنقطه اللي غتجيب سواء عاونتي وغتزاد لك ديك النقطه سواء ما عاونتي. ودائما تفكر باللي احب الناس الى الله انفعهم للناس وماشي احسدهم للناس. الا ساعدتي شي واحد راه غتولي احب الناس الى الله. الا وليتي من احب الناس الى الله راه غتولي اي حاجه كتحط فيها يدك كتيسر لك. وهنا غتكون النهايه ديال هذا الفيديو.
ما تنساش تقول لي كيفاش جاك هذا الفيديو وتعطيني الراي ديالك في لي كومونتير وتشجعني بشي كلمه زوينه بحالك باش نكملوا في هذا المحتوى ونبقى نحط بشكل منتظم. ما تنساوش دوزو عندي الانستغرام راه تما كنحط يوميا. ما تنساش دير واحد سبسكرايب وتفعل الجرس باش ما نضيعوش في هذا البحر ديال الفيديوهات. تاكد باللي لي نوتيفيكاسيون ديالك ديال اليوتيوب راه مفعلين. اون فوا نحط لا فيديو يوصلك انت الاول. هادشي اللي كاين، نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم.